السلام عليكم ومرحبا بكم. كما عودناكم دائما وصفات جدد. اليوم غادي نديروا خبز الباي اللي تقدروا تاكلوه في السهرات الرمضانيه مع لاتاي والقهوه وكاع. ان شاء الله تكون الوصفه سهله عليهم ان شاء الله ويسيوها وسهله علينا، تكون بنينه. تعرفه بتاع احمد ما خبز الباي؟ نعرفوش الصراحه. اليوم ان شاء الله نتعرف عليه. اليوم نتعرف عليه ان شاء الله. نروح للمقادير. يلا للمقادير. ودروك المقادير تاع خبز الباي تاعنا. وين عندنا زوج مغارف كبار تاع النشا ولا اللي هي المايزينا. عندنا كاس تاع مكسرات يكون مطحون، بصح ماشي مطحون بزاف، يكون مطحون هكا باش نستبنوه كي ناكلوا خبز الباي. عندنا 4 بيض، عندنا وحده باكي تاع خميره الحلوى، عندنا الزاز تاع السيترون، وعندنا رشه صغيره تاع ملح ولافاني. عندنا 200 غرام تاع زبده اللي غادي ندوبوها، نبداو بها هي الاولى. وعندنا كاس الا ربع تاع لا شابلور اللي هو السكر اللي هو الخبز المفتت. وعندنا كاس الا ربع سكر، شفت. وعندنا ربع كاس تاع الزيت. وهادو تاع السيرو تاعنا اللي غادي نبداو به هو الاول. وين عندنا 2 كيسان تاع سكر و2 كيسان ونص تاع ماء وشويه شرائح تاع الليمون باش يمدوا لنا هذاك الطعم. قعدتوا لبالنا هيك. نعطيك دير لنا انت السيرو احمد. يلا تفضل. تمام. انا غادي ندير الزبده تذوب باش باسكو اللي غنديروها بارده. داكور. ونطحنوا المكسرات اللي ما غادي نستخدموا الاشوار. المكسرات اللي عندكم كاوكاو ولوز اللي كاين، بس زعما كي تكونوا دايرين اللوز وكاع يجي بنين. بسم الله. اليوم استعملنا مفرمة ماستر ميكس من كوندور بقوة 500 واط وسعة 2 لتر، سرعة واحدة، 4 شفرات من الإينوكس، ووعاء زجاجي بقاعدة ضد الانزلاق، تفرم اللحم والخضر والأعشاب بسهولة وسرعة فائقة، نتائج متساوية وتنظيف سهل. كوندور، السرعة والإتقان في مطبخكم. مور ما داب المارغرين تاعنا ومور ما طحنا المكسرات ندو غير كاس تاع مكسرات. دروك المارغرين نخلوها اكوتي باش تبرد شويه، باش من بعد كي نخلطوها ما نطيبناش البيض تاعنا. والشربات كي مور ما تغلي ب10 دقائق نقلعوها. دروك ما باقيلكش بزاف احمد، 1 دقيقه ولا ونقلعوها. اوكي. نبداو بلاباط تاع الخبز الباي. بسم الله. هي ما فيهاش هكا لي زيتاب ولا نديرو كلشي مع بعض نخلطوا كاع المكونات تاعنا في رحبه، ومن بعد يبقى غير الزبده ولا الزيت نديروهم مع التالي. طفي. صيبوا طفي عليه. نزيدوا المايزينا. هاتي. تفضل. نزيدوا لا شابلور، خميره تاع الحلوى، مكسرات، نخلطوهم كاع في رحبه ومن بعد نزيدوا المارغرين. راح تحسوا باللي تقالت لكم شويه بصح نورمال، باسكو غادي كي نزيدوا الزبده تاعنا غادي تولي عاديه. كي نكملوا الخلاط نديروها في هادو تاع لي غام كان صغيرين. كاين اللي عندهم تاع الزداج اللي يدخلوا للفور، ولكن هادو زعما جوطابل ديرهم بعد تقيسهم. حلوين للاطفال الصغار ممكن ياكلوا منهم ولا ومن بعد نديروه حتى العائله، الناس الكبار بياكلوها بسهوله اكثر. صح، تكون سهله. واهم شيء ست البيت تكون مرتاحه. صح. ومن بعد نديروهم في الفور يطيبوا، ونعاودوا كي يطيبوا يكونوا حامين نشربوهم بالشربات تاعنا، ومن بعد نقدموهم ان شاء الله في طاوله التقديم ان شاء الله.
وهذا هو خبز البيت تاع وصفتنا نهار اليوم. يعطيك كي بانت الصحة لك طريقه التقديم احمد؟ طريقة نسيت نديرها التقديم عصريه. فعلا عصرية وحلوة مودرن فعلا. شكرا. والريحة أثناء الطبخ وهلا ما شاء الله يعطيك شكراً. الصحة شيف. ان شاء الله تعجبك الله يسلمك وتعجبهم والله. مشاهدينا إن شاء الله يا تاني. رب، وجربوها لأنه فعلا وصفة تستحق التجربة، وسهله. وخصوصا بمنتجات كوندور. نحن حضرناها بمنتج تاع كوندور، المنتج اللي موجود على الكيو ار كود الموجود على الشاشة. ما عليكم غير تعملوا سكان، تروحوا لمتجر بروكسيما، تشوفوا المنتج مليح، تطلبوه يوصلكم للدار. ودوك يا شيف موعد السؤال اليومي تاع المسابقة اليومية تاعنا. سؤالنا لليوم بيقول: ما هو أصل هذا الطبق؟ من أي ولاية جاء؟ جاوبونا في التعليقات، كثروا التعليقات لحتى تزيد فرصكم بالفوز إن شاء الله، ان شاء الله. وتكونوا معنا من الفائزين بشهر رمضان الكريم إن شاء الله. وهكذا حلقتنا لليوم انتهت. نلتقي غدا إن شاء الله بطبق جديد ونكهة جديدة ووصفة جديدة ومنتج الله. جديد وجائزة جديدة، فائزة يعني وفائز جديد. لا هي صح. أفطركم. Condor, prenez votre envol.